السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتونا جدا جدا. قطعتها؟ هاتها كده. انا طبعا ما جاتش الارض من زمان. الكرنب جانا لقينا فيه بعد كرنبة كده لفة اهو، مش بعد يعني، هي دي بس اهي. انا كنت عاملة محشي قريب، هاخد دي بقى اسلقها واحطها في الفريزر. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه في الغلا ده؟ ايوه خلاها واحنا طالعين بقى. عاملين ايه في الغلا اللي احنا فيه ده يا حبايبي؟ ادعوا ربنا كده، هو ربنا وحيد، هو اللي مستعان بينا وهو اللي عالم بحالنا. ربنا معانا يا رب، ربنا يلطف بينا. والله انا ما انا عارفه. بني ادم ده، بصوا، في بني ادمين يستاهلوا كل اللي بيجرى لهم، هو اللي بيحصل لنا ده اهو. والله من غضب ربنا علينا، من الطمع اللي احنا فيه، من ان احنا دايما بنبص لحاجة غيرنا مع اننا مش محتاجين، بس دايما نبص لحاجة غيرنا ودايما نبص للي في ايد غيرنا، ده عنده وده ما عندوش. المهم يا حبايب قلب، النهاردة كنت بقول لكم فيه واحدة حبيبتي يعني معايا في الصفحة متابعة، فقعدت تكلمني شوية على الخاص وتقولي على مشكلتها وكده، فبتقولي قولي المشكلة. فأنا ما بحبش إن أنا أقول مشاكل ولا حاجة. أنا بص أصل أنا بنسى الكلام. بتقولي جوزي مخاصمني بقاله سنة ونص، ما بيكلمهاش ولا بيصرف على ولاده. تمام، ما بيصرفش على ولاده ولا بيصرف عليها، ولا بيسأل فيهم خالص. فيعني انا مش عارفة بصراحة، الراجل ده جنسه ايه. هي كانت تعبانة وكان عندها عملية وراحت تعمل العملية. المهم ايه، خدها وداها للدكتور اللي هو اختاره. قال لها الدكتور ده كويس هنروح عنده. المهم قال لها عندك عملية كذا كذا. بعد ما روحوا قال لها عملية ايه؟ ده الدكتور ده ما بيعرفش حاجة. ما بيعرفش حاجة ازاي؟ طب ما انت اللي موديها ليه؟ انت اللي موديها للدكتور ده. المهم، فهي العملية دي يعني كانت المفروض تتعمل ضروري عشان هي كانت حالتها صعبة وكانت تعبانة جدا جدا وكانت بتمر بظروف صعبة. المهم باباها خدها عمل لها العملية. لما جوزها قال لها انا معيش فلوس وكده، قالت له خلاص بابا هيعمل لي العملية ولما يجي معاك ابقى حاسبه. قال لها لا، اصبري، آه، اما يجي معايا فلوس. فطبعا هو ما كانش يعمل لها العملية ولا حاجة، وهو بخيل، بخيل بخيل جدا. فالراجل البخيل ده بتبقى عيشته ما يعلم بها غير ربنا. انتوا عارفين طبعا. آه باباها يا حبايب قلب خدها عمل لها العملية، وبعد ما عمل لها العملية خدها عنده. فبتقول لي مامتها يا ماما انا هروح بقى علشان جوزي وكده. قالت لها اقعدي كمان يومين ولا حاجة. قالت لها لا علشان ما يزعلش. المهم بعد ما روحت، هي نايمة في الأوضة وهو جاي من الشغل، ما دخلش عليها طبعا ولا قال لها الحمد لله على السلامة ولا انت عاملة ايه ولا اي حاجة ولا سلم عليها حتى. المهم يا حبيب قلبي، فهي استغربت، ازاي يعني وانا جاية علشانك علشان انت ما تزعلش، وانت مش معبرني خالص ولا حتى بتقولي انت عاملة ايه ولا الحمد لله على السلامة ولا اي حاجة. فزعلت بقى وخدت على خاطرها منه. المهم بتقولك احنا كل مرة كان يخاصمني كنت انا اللي بصالحه، عشان المرة دي بقى صعب عليها نفسها وما صالحتوش. بقالهم سنة ونص دلوقتي متخاصمين يا جماعة وما صالحهاش عشان عملت العملية. وده طبعا على فكرة ده ربنا هو اللي عمل كده. ربنا عمل كده ليه؟ عشان هي إنسانة كويسة، هو ما يستاهلش إن هي تخدمه. قال لها كفاية عليكي بقى خدمة الراجل ده، الراجل البخيل ده لحد كده، كفاية عليكي خدمته كده، هو ما يستاهلش الخدمة. فلحد دلوقتي بقى يا حبايب قلبي ما لا بيصرف عليها ولا بيسيب لها مصروف بيت ولا اي حاجة خالص ولا بيجيب لولاده اي حاجة خالص. حتى قبل كده اما كان يجي في العيد ولا اي حاجة،
يخاصمها عشان ما يجيبش للعيال هدوم للعيد. تقول كان يخاصمني عشان ما يجيبش هدوم للعيال ولا اي حاجة. يجي اي مناسبة يخاصمها برضه، يفضل مخاصمها بالشهر وبالشهرين، وهي اللي تصالحه، وكانت بتدار على مامتها علشان يا حبيبتي تعيش، مش عايزة حد يتفرج عليها، مش عايزة الناس تشمت فيها، وكانت يعني شاربة كل حاجة وعايشة ومستحملة. بس طبعا اما هي عملت العملية وهو طبعا ما سألش فيها، صعبت عليها نفسها. فيا جماعة دلوقتي قولوا لنا ايه الحل. وهي دلوقتي مش عارفة، هي كده كده اساسا بتقول انا خلاص، انا كرهته عمر ما عدت ارجع له تاني. يعني بص، هي شافت منه ياما، شافت منه كتير. فرسالة مني لكل زوج، ورسالة مني لكل اب، ورسالة مني لكل راجل يعمل لاخرته. اعمل. الزمن الزمن غدار، ممكن انت تتعب، ممكن انت يجرالك اي حاجة. ولادك اللي انت ما بتسألش فيهم دول هم ثمرة حياتك، هم اللي لك في الدنيا. هيفتكروا لك ايه بعيد الشر؟ يعني لو جرالك اي حاجة، لو تعبت وقعدت كده ونمت، مين اللي هيخدمك الا ولادك ومراتك؟ اعمل حساب لكل ده، يوم ليك ويوم عليك. ما تفكرش ان انت ماشي بصحتك هتفضل بصحتك على طول. لا، ربنا بصوا ربنا بيسامح في اي حاجة الا الظلم. الا الظلم يا جماعة، والله ربنا ما بيسامح في الظلم ابدا. يعني انا بقول للاب ده، انت بتيجي بالليل كده وبيجي لك نوم، ما انتش عارف عيالك كلوا النهارده ولا ما كلوش، عيالك جعانين ولا مش جعانين. انت عارف ان عيالك عندهم رز، عندهم زيت، عندهم سكر، عندهم اكلهم. انت بتطلع اي نعم، تجيب الفراخ المشوية، تجيب اللحمة، تجيب السمك وتشوي وتاكل بره ومزاجك عنب. ما انتش ناعي اهم حاجة. انا مش مصدقة ان في رجالة بالشكل ده. والله العظيم انا ما انا من ساعة ما سمحت حكاية صاحبتي دي وانا تعبانة، نفسيتي تعبت. هي كانت بتحكي لي وبتعيط من الظلم، بتقول لي ظلمني كتير وانا شفت معاه كتير. نظرة حاجة الراجل البخيل، واوحش حاجة برضو الراجل اللي بيخاصم. فرسالة مني برضو للبنات كلها، لو انت مخطوبة وخطيبك خصمك بس يوم واحد سيبيه، ما تستمرش معاه. الراجل اللي بيخاصم ده يا جماعة بيبقى قلبه مش نظيف. فالدنيا مش مستاهلة، والله العظيم الدنيا مش مستاهلة يا جماعة. واستودعكم في رعاية الله، واكتبوا لنا بقى في الكومنتات يا حبايب قلبي الحل بتاع المشكلة ديت ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.